صوته عالي قوي وعصبي جدا، والناس بتفتكر انه بيتخانق معاها وبيزعق فيها طول الوقت. ايه اللي حصل بالظبط بين شيري عادل وطارق صبري وخلاهم يتطلقوا ويعلنوا عن الخبر ده يوم عيد الحب؟ وهل فعلا خانها مع ممثلة تانية؟ التفاصيل اللي هنقولها ليكم هتسمعوها لأول مرة. كمان هنفكركم بحكايتها مع الداعية الإسلامي معز مسعود واللي وقعت في حبه وغير حياتها، وفي الآخر النهاية كانت مؤلمة جدا. شيري صدمت جمهورها من كام ساعة لما كتبت على انستجرام: تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته. طبعا كلام شيري عمل قلق كبير جدا وخلى كل الناس تسأل عن سبب الطلاق. خلونا نقول لكم انها اعلنت عن الخبر ده لما لقت طارق مش عايز يعلن الاعلام والصحافة عن طلاقهم، ويرد عليهم مرة احنا لسه متجوزين، ومرة تانية لا تعليق، محدش ليه دعوة بحياتنا. شيري من الاخر كده قررت تحط حد للاجابات الغريبة دي، واعلنت عن الطلاق بشكل صريح ومباشر. مش بس كده، دي كمان مسحت كل صورهم على انستجرام، وبكده بتوصل رسالة ان الطلاق المرة دي بلا رجعة. خلينا نقول لكم عن السبب الحقيقي للطلاق. شيري طلعت مرة في برنامج اتكلمت فيه عن العيب الوحيد في طارق صبري، وقالت صوته عالي جدا وبيتكلم بعصبية لدرجة ان الناس بتفتكر اننا بنتخانق. طبعا ناس كتير توقعت ان يكون ده السبب بمجرد ما شيري اعلنت الطلاق النهاردة، وناس تانية توقعت ان السبب هو الخيانة، خصوصا ان ده اكتر حاجة ممكن تخلي الست تخرب بيتها وتقرر ما تكملش. لكن الحقيقة ان كلمة السر في طلاق شيري وطارق هي الإهمال. طارق فجأة انشغل بفنه والتصوير ودخل اكتر من مسلسل في نفس الوقت، وحرفيا ما بقاش فاضي لشيري. شيري طبعا اتكلمت معاه في الاول كتير جدا وقالت انها حاسه بتقصير كبير منه، بس طارق برضو كمل في انشغاله عنها. وهنا قررت شيري انها تتطلق منه واصرت على موقفها، ورغم كل محاولات الصلح اللي حصلت بس كل ده انتهى بالفشل، والنهاية كانت الطلاق الرسمي. طبعا كلنا عارفين ان شيري كانت متجوزة من معز مسعود قبل ما ترتبط بطارق صبري، وكانت منبهرة بيه انبهار مش طبيعي. مش بس كده، دي غيرت طريقة لبسها عشانه وبقت محتشمة جدا، وكانت بتوافق على كل اللي بيطلبه منها لحد ما قال لها بشكل صريح سيب الفن خالص. وهنا شيري قالت له بس ده مش اتفقنا من الأول، وبعد مناقشات كتير بينهم العلاقة دي انتهت بالطلاق. مش بس كده، دي شيري ندمانة جدا على الجوازة دي.